جمهور الأهلي وجمهور الزمالك بينهم خلافات أزلية وأبدية في كل حاجة، ولكن الخلاف الأهم والدائم هو مين اللي أسس نادي الزمالك ومين اللي أسس النادي الأهلي. يعني إيه كلمة مختلط؟ هل معناها إن النادي كان نادي إنجليز وبلجيكيين، ولا إيه معنى كلمة مختلط؟ ومين اللي أسس النادي الأهلي؟ هل الإنجليز ولا هل مصطفى كامل ولا سعد زغلول زي ما بيقول جمهور النادي الأهلي؟ هسيبكم في الفيديو ده مع الكابتن حسن المستكاوي وهو بيشرح وبيجيب بالوثائق والأدلة والمستندات مؤسسي نادي الزمالك والنادي الأهلي، ويجيب عن كل الاستفسارات برفقة وصحبة الجنرال الكابتن مدحت شلبي. نسمع مع بعض. انا هضيف بقى المختلط بقى. المختلط. حته المختلط. انا بس انا مش عايز اقول ان انا دارس تاريخ، انا قاري تاريخ نادي الزمالك كويس جدا وتاريخ النادي الاهلي. وفي كلام اتقال على ان النادي الاهلي نادي اجنبي برضو النهارده، يعني الزميل ابراهيم عيسى قال ربما هذا الكلام الحقيقه، وانا بقول الكلام ده بمحاضر وبوثائق. نادي الزمالك عملوا فريق واحد اسمه ميرزباخ، ده راجل بلجيكي رئيس المحاكم المختلطه. نعم. واسم المختلط للناس اللي المساله مخلوطه عندها، مش مختلط يعني نادي اجنبي. رئيس ميرزباخ اللي هو رئيس المحاكم المختلطه، المحاكم دي كانت بتفصل في القضايا التي تعرض عليها ما بين المصريين والاجانب. فالقضيه مش ان الزمالك كان نادي مختلط، ده نمره واحد. نمره اتنين، الزمالك كان فيه اجانب، والجزيره كان فيه اجانب، والاهلي كان فيه اجانب، وكل انديه مصر كان فيها اجانب. فاذا الاجانب موجودين في كل الانديه المصريه، واللوائح موجوده في الانديه، حتى الاجنبي يحق له عضويه جمعيات دون ان يصوت في الانتخابات. موجوده من زمان. وسنه 1915 كان في اداره اجنبيه، او المدير النادي اجنبي في الزمالك ورئيس النادي او مجلس الاداره، فقامت حمله تمصير قادها الاستاذ الرائد الاعلامي ابراهيم علام. و1915 يعني بعد 4 سنين فقط كان نادي الزمالك نادي مصري 100%، كان فيه اجانب لكن ادارته كلها مصريه. ده كلام بوثائق. ايوه، وبوثائق مكتوبه من الزمن نفسه، مش انا اللي يعني بكتبها. تاريخ. دي وثائق موجوده بالزمن نفسه. النادي الاهلي اللي عمله مش سعد زغلول، وانا يعني قلت 100 مره بس ما حدش عايز يسمع. سعد زغلول دخل النادي الاهلي سنه 24، انما لم يكن رئيسا للنادي الاهلي، لان لما قرر مجلس الاداره ان سعد زغلول يبقى رئيس المجلس او رئيس الجمعيه العموميه، ما كانوش يعرفوا اسمه. الكلام ده كان سنه 1908 بصفته وزير المعارف. نعم. النادي الاهلي اللي عمله، اللي اسسه مواطن مصري محامي اسمه عمر لطفي بك. مظبوط. عمر لطفي هذا المحامي اللي أسس النادي الأهلي، وأخذ الفكرة وقالها لمين؟ لمصطفى كامل. أكرر، لمصطفى. أتمنى أكون قدرت أجيب لكم فيديو مهم جدا عن تاريخ ونشأة النادي الأهلي ونادي الزمالك بالأدلة والمستندات من لسان وفم قيمة وقامة كبيرة في الإعلام الرياضي منذ القدم، الكابتن حسن المستكاوي مع الجنرال الكابتن مدحت شلبي. ولا تنسى اللايك والشير، وقول لنا رأيك في الكلام اللي سمعته ده. السلام عليكم.